قتل شخص وأصيب 3 آخرين يوم الجمعة 29 من أغسطس إثر شجار دام نشب داخل مطعم في مدينة دلمت بمحافظة الضالع على خلفية خلاف حول فاتورة وجبة غداء. وذكرت مصادر محلية أن الحادثة وقعت في مطعم السفينة شمالي مدينة دمت، حيث اندلع عراك عنيف بالأسلحة البيضاء بين المواطن عبده البرعي وموظفي المطعم. وبحسب المصادر بدأ الخلاف بمشادة كلامية أثناء دفع الحساب، تطورت إلى تبادل الألفاظ النابية قبل أن يغادر البراعي المطعم غاضبا. وبحسب المصادر بدأ الخلاف بمشادة كلامية أثناء دفع الحساب، تطورت إلى تبادل الألفاظ النابية قبل أن يغادر البراعي المطعم ليعود بعد فترة قصيرة برفقة أبنائه ال3 بقصد الانتقام، غير أن عمال المطعم كانوا قد استعدوا لمواجهتهم ما أشعل اشتباكا بالسكاكين. وأوضحت المصادر أن العراك أسفر عن مقتل أحد أبناء البرعي على الفور، فيما أصيب الأب و2 من أبنائه بجروح بليغة جراء نقلهم إلى المستشفى حيث يرقدون في العناية المركزة. وقد أثارت الحادثة صدمة واسعة في أوساط سكان المدينة وسط مطالبات بضبط المتورطين والتحقيق في ملابسات الجريمة. شكرا لكم.